لكم ومبسوطين جدا بمتابعتكم لينا في الليلة دي. ودلوقتي لازم أقدم لكم ضيفتي في الحلقة دي. ضيفتي صغيرة كده وجميلة، بس تاريخها الفني طويل جدا، أكتر من 20 سنة. النجوم بياخدوا من خبرتها الطويلة رغم ان هي اصغر منهم تقريبا كلهم يعني. ابتدت طبعا كلنا عرفناها كفتاة اعلانات، بس مش اي اعلانات، ده 1000 اعلان. رحبوا معايا بضيفتنا الليلة دي النجمة شيري عادل. منورانا يا شيري النهارده. ميرسي. شفتي قدمت قلت اختاري خط طويل طويل. شيري، اول حاجه لفت نظري لون شعرك الحقيقه. اتخضيتي؟ لا ما اتخضيتش، حبيت جدا، جميل قوي عليكي، بس احنا متعودين عليكي بقى باللون الفاتح الجميل، تميزتي فيه قوي. شكله وراه حاجه الموضوع ده. وراه ما تقوليش بقى فجأة لقيت اكتشفت نفسي بحب اللون الاسود، ايه الموضوع؟ لا طبعا بخاف من اللون الاسود، بالذات ان هم بيقولوا ان اللون الاسود بيطلع بصعوبه جدا. صح. يعني مظبوط، مش زي الالوان الفاتحه ممكن تلعبي براحتك يعني. الاسود ده عشان يطلع محتاج مجهود، يعني كل البنات اكيد عارفه طبعا. فانا اتطلب مني لحاجه معينه يعني يعني لا انت فاكراني هعديها كده يعني؟ شغلي ده انا باديه الحلقه بشعرك الاسود. شغلي. لا في مسلسل صح طلب مسلسل عرفتي ازاي؟ خليني اشوف حاجه كده، اشوف كده يمكن انا صح معلوماتي. اتخضيتي ليه؟ لا عشان المسلسل قريب من الموضوع. لا ايه ده بتهزري؟ حد يعمل بس كان المفروض نعمل لك شعرك اسود، فاجئتينا ان انت في شفتي بنات سوبرمان. اسمه المسلسل بنات سوبرمان. ازاي عرفتي؟ اعداد قوي حضرتك. فعلا داخله مسلسل. انت على فكره شيري حريصه جدا كانت انها ما تقولش اسم المسلسل، صح؟ دي يعني هم كانوا عايزين يعني الموضوع يبقى متقفل عليه لحد ما يتم والمسلسل يشتغل، فهم كانوا قايلين يعني ان المفروض ان احنا ما نقولش، بس واضح ان انتوا عندكم مصادر فظيعه. وانت دورك كوميدي شويه فيه. هو كوميدي. هو كتابه محمد امين راضي. هي ورشه اللي عملنا معاها البيوت اسرار. فالمفروض ان هو كوميدي، هو مختلف خالص وكمان مختلف عن الكوميديا اللي احنا بنشوفها يعني. مين نجمات معاكي ولا اقول انا؟ قولي. لا قولي انت. لا خلاص ما انت عارفه. معانا انتصار، معانا يسرا اللوزي، معانا ساره سلامه، معانا سيد رجب، معانا بيومي فؤاد. مش عايزه انسى حد، هم دول اللي انا عارفه لحد دلوقتي. اتمنى لك كل التوفيق. بصي شيري، انت اللي يشوفك كده يقول عليكي ناعمه وكده، وقالوا لي وانت انا عارفاكي من زمان يعني ناعمه وجميله، بس الحقيقه المره دي بالذات انا خايفه يكون معاكي مطوه. ليه؟ اضايقك بسؤال كده. ليه؟ سؤال كده تقومي غزاني بالمطوه. ليه عملت انا دور كده؟ طبعا. ايه يعني يوسف الشريف يعني بعد كل ده؟ ايه ده نسيت. ده عشره، يوسف الشريف بالذات عشره. لا نسيت، لا يعني نسيت ان انا كانت دور شرير، ويعني نسيت لا دي حاجه ما تتنسيش خالص، ده يعتبر يعني يعتبر دور وحيد ليكي شريره قوي كده. صح. انا كنت خايفه وانا بعمله المسلسل. مش كمسلسل، انا واثقه مع الناس اللي بشتغل فيهم معاهم جدا، لان لما بيبقى عشره بينك وبين الناس بتبقي واثقه من العمل اللي انت داخلاه. الورق كان حلو جدا، فانا واثقه من كل حاجه، الا اني واثقه ان انا اعرف اعمل الدور ده. النسكافيه ده مسموم كان؟ ما اقدرش انسى المسلسل ده، تصدقي انا فعلا لما شفته ده من المسلسلات اللي عمري ما هنساها يعني. انا من كتر ما حسيت ان انا عملت شخصيه ما فيهاش اي حاجه مني. انت نسيتي من شويه ان انت عامله شخصيه شريره. لا انا من كتر ما انا مش متخيله ان انا عملت الشخصيه دي. فعلا انا لما بتقولي لي شريره فبقول لك انا عملت دور شرير، والله يعني مش مجمعه ان انا عرفت اعمل الدور ده. انت عارفه اللقطه دي قلقتني ان انا اشرب النسكافيه اللي قدامي، قلقتني. حساكي هم اقنعوني على فكره. انت ما شاء الله كذا عمل اشتغلتيه مع يوسف الشريف، اللي هو المواطن اكس ورقم مجهول واسم مؤقت، وفي الاخر اللي هو لعبه ابليس. ايه الكيمياء الحلوه دي بينك وبين يوسف الشريف؟ كيمياء حلوه جدا جدا جدا. يمكن اكتر فنان اشتغلت معاه
فهمنا بعض من العشرة. العشرة بتخليكي شوية وانتي بتشتغلي مرتاحة غصب عنك، ان بتفرق لما تشتغلي مع حد اشتغلتي معاه كذا مرة. بتحسي براحة نفسية جدا انك وانتي رايحة اللوكيشن مش حاسة انك رايحة الشغل وفي ستريس. هو دايما اللي بيختارك مثلا بيبقى بطل مسلسل بيقول جيبوا لي معايا شيري عادل، ولا تيم العمل خلاص بقيتوا انتوا الاثنين كده على طول محطوطين لا هو اكيد بيبقى يعني ليه رأي يوسف طبعا. بس هي كمان الفكرة ان المخرج بيبقى شايف اذا كنت مناسبة للدور ولا لا، لان في مثلا اكيد في اعمال هبقى مش مناسبه لدور البطله فيها. في اشاعات كده كنا سمعناها وبتقول انه كان في مشكله بينك وبين زوجة الفنان يوسف انجي أيوة إنجي. خالص مفيش الكلام ده. وبعدين جم صوروا معانا ايام المسلسل فما حبوش يسالوا عن الموضوع، افتكروا ان الموضوع حساس وان في مشكله. ولقوا انجي عندي في الاوضه، يعني الناس لقوا انجي قاعده عندي في الاوضه وبتتكلم معايا. الروج الاحمر عرفتي ازاي؟ لا 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 ما بحبوش بس حطوا عليه بس. ده هيبقى جميل. ده هيبقى جميل. اسمع كلام بيكبر البق. هي دي اللي هم لقونا بنهزر انا وانجي، وعماله تقولي لا هتحطي روج احمر وبتجري ورايا. فلقيتهم راح جايين سالني هو انت وانجي مش متخانقين وبتاع؟ قلت لهم لا مش متخانقين، هي عشان الروج الاحمر يعني احنا اصدقاء بره الشغل. حلو. عمر ما حصل مشاكل غير على الروج الاحمر عشان يعني الصراحه من الاخر. دايما يقولوا لك ايه شيري دي تاريخ وخبره. مين اللي بيقول لك دايما كده؟ بتزعلك الكلمه دي؟ بتزعلني. ما كانتش بتزعلني بس ما اعرفش يعني ابتدت احس ان انا لا يا جماعه يعني انا صغيره شويه ليه بتعملوا كده؟ بس هم عشان اشتغلت من وانا صغيره فهم حاسين ان بقيت ما فيش رهبه بيني وبين الكاميرا، ما فيش بقى في خبره، بحفظ كويس، باجي مذاكره يعني واخده الموضوع. الواحده لما تبقى صغيره ما عندهاش مشكله تقول هي مواليد كام. انا 88. ايوه صغيرة يا جماعة. 19/4/88 برج الحمل. 19/4 برج الحمل. شيري انت زي ما قلنا صغيرة وما شاء الله انت بنت جميلة، وانا اسمع كده معرفش اذا صح ولا لا، صحيح انه دايما الرجالة بيقولوا بيحبوا القصيرين، انه البنت تكون قصيرة كده وفتفوتة ونمنومة وكلامها مينيون. بيقولوا ان لا ما يعني مش بيقولوا الراجل بيحب الست القصيرة، هما بيقولوا ان المينيون دي فيها نوع من الأنوثة يعني. ان هي قصدك ايه يعني؟ لا مش قصدي. قصدك ايه يعني؟ مش فاهمة ابدا والله. نوع مختلف من الأنوثة. والله لا مش قصدي. اروحنا اصحاب ما تعمليش كده. برنامج اللي هيخسرنا بعض ده. طيب يعني طالما انت مينيون وصغيرة وجميلة، فينك بقى من الحب والجو ده؟ بصي الشغل فعلا والله اخدني يعني. مش بقول كلام برنامج، انا فعلا مش لاحقه احب ولا اعيش حياه اللي في سني وما بخرجش كتير، ما بقابلش ناس، ما فيش اختلاط اصلا بيني وبين الناس قوي. انا على طول في الشغل يا في البيت يا واخده اجازه مع اهلي بسافر معاهم هو اسبوع شويه. الفتره اللي فاتت 3-4 سنين كان شغل ورا بعض ما لحقتش ان انا اعيش قصه حب. انت عارفه انا الحمد لله وشي حلو على ضيوفي، يعني بتجيني حد مش متجوز على طول بقابله متجوز. انت الوحيده اللي معصلجه معايا وما اتجوزتش. انت الوحيده اللي معصلجه معايا. ايوه صح. لا ان شاء الله نفرح بيك. بس انت حابه، طب ما تقولي لنا كده ادي للشباب امل يعني إيه؟ يعني فتى احلامك ممكن يكون عامل ازاي؟ فتى احلامي طويل مثلا ولا لا ملهاش علاقه بالشكل خالص. فارق معايا الشخصيه جدا، فارق معايا ان هو يكون بيحبني حب زي اللي في الافلام. سامعين؟ مش هتلاقي ده مبدئيا، مش هتلاقي راجل شرقي غيور ممكن حلو، وبيحب لي ان انا اكون ناجحه في نطاق اللي هو يوافق عليه، لان انا مؤمنه جدا بفكره الراجل والست فانا عايزه اعيش قصه حب طبيعيه وتكون بس قصه من القصص اللي احنا بنسمع عنها، مش قصه عاديه واتجوز وحاجات. دلوقتي عملتي من ضمن المسلسلات عملتيها مؤخرا هو مسلسل بيوت اسرار. المسلسل ده بجد؟ طبعا. لا ايه ده الهزار ده بجد مش هزار خالص. طب خلي حد يجي يشيله. لا ده بجد يا جماعه، احنا مش جايبينه، انتبهوا بس لحسن يكون في شيء. ده بجد؟ لا دي احنا مش مرتبينها. استنوا شويه، انتبه احسن ما تكون مسامه مش جايبينها احنا. خلاص تمام. امان اقعدي. كان المفروض خليناكي. مش فاهمه هو بجد ولا ايه، انا مش عارفه.
مش عارفه انتوا بتهزروا ولا انتوا بتتكلموا جد ولا ايه، مش عارفه. ده مقلب الحاجات دي؟ طبعا مقلب يا شيرين، وانا نعمل ما لك انا حسيت في الاخر. بصي انا في الاول كل ده بس انا حسيت في الاخر ان في حاجه. لا لا، حاجات بتخافي من الحاجات دي؟ عندك فوبيا من الحاجات دي؟ يعني مش فوبيا خافش يعني نطت ورايا فجأة لقيتها واقفة. لا مش قوي. انا كنت بسوقها وكانت بتزقني لقدام، يعني بتقولي صاحبتي وبحبك من زمان. مش في المواقف دي. طيب ماشي. طيب بقول لك ايه، في مسلسل البيوت اسرار، طبعا المسلسل ده نجح. انا ما انت كل ما تقولي بيوت اسرار يحصل حاجه. مسلسل البيوت اسرار ده طبعا نجح نجاح كبير قوي. مسلسل البيوت اسرار كان معاكي نجوم كتير قوي فيه حبايبي. اوكي. في ناس كتير قوي بتتكلم اكتر حاجه عن ادوارك في ده، ادورك انت ودور ايتن عامر وهالة شيحه. بس يمكن ادوار هالة شيحه وايتن عامر اخد ضجه اكبر، حاسه كده ولا لا؟ مش عارفه، اللي على الورق احنا الاربعه ادوارنا حلوه، يعني سيرين دورها حلو، ومفروض انا دوري برضو انا عاجبني، وهنا دورها حلو، ايتن دورها حلو. حلو لما تبقى البطوله كلها كده نسائيه وكلكم تقريبا من اعمار واحده، يعني اعمار تقريبا حلوه واحدة. عشان اللوكيشن بيبقى دمه خفيف، عشان بتعيشي ايام حلوه وبتبقوا سن بعض شويه، يعني قريبين شويه من السن، وبيبقى حاسه ان هو لوكيشن شبابي. المخرج صغير، كريم العدل برضو سنه صغير، فتحسي ان المسلسل شبابي، فبتحسي بروح جديده في المسلسل. حلو قوي. طيب ايه رايك تطلعي لنا فاصل بطريقه اعلانيه؟ خليكم معانا، فاصل ونواصل.